السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أحبابنا المتابعين، الناس اللي كيبغيو صفحة الذهب يوطو، اللي كيبغيو الذهب يوطو. كما كتعرفوا دائما ما كيكون شي احساس ايجابي كنبغي نبارطاجيه معكم. اليوم الجمعة، صباح مبارك. صراحة وقعت لي واحد الحاجة مزيونة بزاف، وحسيت بالنشاط وبالحيوية باختصار. اليوم كما تلاحظوا باقي الليل، باقي الصباح بكري، دزت باش نفطر، ومسانت كنفطر في مقاهي اللي دائما كنفطر فيها، واحد 5-7 د المقاهي. علاش كنفطر في كل مره واحد؟ علاش؟ لانه هما كليان ديالي، يعني مادام هما كليان خاصك دير الخاطر كلشي. مرات كنفطر عند هذا، ومره عند هذا، ومره نشرب قهوه عند هذا، يعني راه حنا حاضرين. اليوم ما جي في الطريق وهي تبان لي واحد القهوه، كندوز دائما من حداها، وماشي بعيده عليا بشي 500 متر تقريبا في الطريق ديالي ملي كنكون غادي للمحل ديال الشغل. عجبني المنظر ديالها مزيونه، قلت لي مالا اليوم غادي نفطر هنايا. دخلت نفطر، ما شفتش في المسترادور، ما شفتش في شكون اللي زعما شكون اللي كيسربي، ولا في الناس كانوا الناس قلالين، شي 3 د الناس هكذا. ودخلت وجلست، شديت الطابله ديالي، جلست. كيعجبني في الصباح هكذا نجلس شويه، نشوف شويه ديال التليفون، شويه ديال هذا، ونشربوا قهوه على خاطرنا قبل ما نمشيو للعمل. جيت انا كنسمع، قالت لي السيده اللي في المسترد، اللي في كونطوار، السيده اللي كتسربي، كانوا جوج. وحده قالت لي قول لي شحال بالخاطر، استغفر الله العظيم. جيت انا قلت لها، عطيتها الطلب ديالي صافي، وانا نسمع شكون اللي جا عندنا اليوم. شوف، وكما كنقول لكم دائما، راه يمكن الانسان في هذا العالم ديال مواقع التواصل الاجتماعي انه يفابريكي، وانه يخترع قصص، وانه يبدا يكذب على عباد الله، وما كاينش لا حاسب ولا رقيب ولا شكون اللي غادي يشهد عليا. انا شهد هي الله عز وجل على هذا الكلام الذي اقول. ولكن كما كتعرفوا الذهب يوطو، الحمد لله. يعني ما عندنا علاش نكذبوا، الصدق. والله على ما اقول شاهد، يعني الله هو اللي كيشوف شنو كاين، وكيشوف هادشي واش كاين ولا لا. المهم، السيده قالت شكون اللي جا عندنا اليوم هذه. انا عملت فيها هكذا، فلانه. قلت لها اش كتعمل هنايا؟ قالت لي تينا اش كتعمل هنايا؟ قلت لها انا جيت نفطر، انا عجبتني قهوه دخلت هذه. قالت لي وهذه قهوه ديالي. قلت لها ما قلتي لي شي، كون قلتي لي قهوه نبقى نجي نفطر عندك وهذه ما قلتي. قالت لي لا، انا قلت لك عندي واحد المشروع فوق، عندي نيغوسيو، عندي الفوق قريب لي لك هنايا وهذه. قلت لها انا سمعت نيغوسيو، شي نيغوسيو من نوع اخر، ربما ما نعرف شي نيغوسيو ربما نو مينتيريس، اللي ما يهمنيش. يعني تقدر تكون مثلا كوافوره، ولا تكون السيده عندها شي حاجه اخرى. بوين فرحات، والله العظيم فرحت واحد الفرحه اللي حسيت انا بالدهشه، وحسيت حشمت حدا الناس. وشنو قالت الشهداء مع كليان ديال هذوك 3 ديال الناس؟ يعني قالت لهم هاد السيد هذا راه ميكانيكو، عنده الكراج لتحت قريب هنايا، وبدات مسكينه كتنعات وكتعطي الاحداثيات ديال المكان ديال العمل، او كتقول لهم شوف هاد السيد هذا الطوموبيل ديتها ما صلحوها لي شي، وكاين اللي عطيتها له ما بغاش يشدها، هو شبرا وصلحها لي في اقرب وقت، وفي ثمن ايكونوميك، والثمن مناسب. وفرحانه وكتقولها بواحد، يعني اول فرحانه ملي شافتني جيت لعندها، ثانيا فرحانه تذكرت هذيك المعاناه اللي كانت عندها مع السياره، مع الديفو ديالها. يعني بوينه، يعني حسيت بالخجل، ماشي حتى لدرجه انه والله العظيم ملي كيدخل كيقول لها لا بونوس دياس، كليان ديالها المعتاد، كتقول له معاه كيدخل كيقول له شوف هذا السيد هذا ميكانيكو، بغيتي تصلح السياره، ها هو هذا راه عنده الكراج لتحت وهذه. يعني تخيلوا شي 4 د الناس كيدخلوا وكتقول لهم نفس الهضره، وانا جالس كنشرب قهوه ديالي، سهلات فيا صراحه، عطاتني فطور معتبر. ولكن حسيت خصني نمشي في حالي، لان صافي كنتوقع اي واحد يدخل غتقول له نفس الهضره، هذا شو ميكانيكو، هذا صوب لي الطوموبيل، حتى واحد ما بغى يشدها وصلحها لي، والله عمرها سلعه، وضان وزيد وهذا. يعني والله العظيم الا حسيت العرق الماء هود لي في ظهري. يعني
كاين البرد ولكن هود لي العرق في ظهري بكثر الخجل والحياء حشمت. يعني شو سبحان الله، يعني كاين الناس اللي ما شاء الله الحمد لله وشكروا ربي كيوفقنا اننا كنساعدوا الناس على حيت كنعملوا خدمه بالنيه. يعني السياره ديال هاد السيده اعتبرتها بحال السياره ديال الناس كاملين، كنعتبرها بحال ديالي. يعني الديفو اللي كيدخل خصني نحلو، خصني كندابزو معاه. كاين بطبيعه الحال معايا ايكيب، راه ماشي غير بوحدي، يعني باش ما نقولوش راه الذهبي راه هو عنده عصا سحريه ولا شي. راه معايا فريق الحمد لله، الدراري كيعاونوني، كنتساعدوا وكنحلوا مشاكل. ربي كيعاوننا لان عندنا هم واحد، شنو هو هذا المشكل نحلوه والكليان يمشي ناشط. وملي كيكون هذا الروح ديال الروح ديال العمل بهذه الطريقه هذه في وسط المشروع، كتكون النتيجه دائما ربي كيساعد وكيبارك. وكاين مشاكل فعلا اللي كيكونوا جاو من لا ميزون، يعني الناس اللي كيصنعوا السياره، اللي ميزون كبار ما كيوصلوش، كيبدلوا الناس، يبدلوا. هي عندي واحد السياره، واحد الفورد، هذيك الساعه نعمل لكم عليها فيديو. السيده كتضيع على السياره بما، ومشاو بدلوا لها البومبه ديال الماء والكيت ديستريبيسيون، استغلوا يعني الفرصه هذه وقالوا لها صافي راه حلينا المشكل. كانت كتضيع من بومبه الماء، قالت لي خرجتها، بقى نفس المشكل، السياره ما تبدل فيها والو. دابا الحمد لله لقينا لها، ديك الساعه نعمل لكم فيديو عليها، لقينا بالضبط منين كنضيع. علاش؟ لان بقينا كنبحثوا هذه وفلي باش نحصلوا الديفو فينا هو. يعني الحمد لله اليوم فرحت، السيده فرحتني، واخا حشمت خجلتني، ولكن الحمد لله بغيت نوصلكم هذه الطاقه هذه، بغيت نوصلكم بان عاوتاني شوف الانسان يعمل مزيان، يعمل المجهود ديالو، وراه ماشي دائما كيكون المقابل اللي خاصنا يكون مادي. الفلوس مثلا هاد السيده تعطيني الفلوس ولا هذا، انا تخلص لها داك الشيء اللي كنخص، الساعات العمل اللي خدمنا تخلص لها داك الشيء في الحدود ديال المعقول والثمن اللي كيتناسب هذاك العاطب. وماشي دائما قلت لكم بان خاص يكون المقابل هو المادي، راه مقابل غير هادشي اللي عملت هاد السيده اليوم. يعني الله واخا كانت شي، واخا تكون تجي تقول لي الذهبي راه صلحتي لي سياره مزيانه وانا عندي فلوس بزاف وعندي شايطين هاك واحد 10000 الاورو مثلا، والله ما كنت غادي نفرح اخوتي بحال الفرحه اللي فرحت اليوم بهذا لو جيست اللي عملت. راه لو جيست، راه اللي جيست بحال هكا كيكونوا اكثر من الفلوس، اكثر من الماده، اكثر من هذه. يعني كتعطيك واحد الدفعه، واحد الشحنه قويه انك تمشي وتستمر وتزيد لقدام وتعمل بنفس الحزم وبنفس الطريقه وبنفس المعقول وبنفس الجديه. والحمد لله غادي نستمر ان شاء الله، ونحمد الله ونشكر الله لان هاد السيده بين قوسين هذه اسبانيه ماشي مغربيه، ولكن كنشكر السي مصطفى اللي سردها لي، هو اللي جار ديالها، حتى هو عنده مشروع حداها، هو اللي سردها لي، قال لها مشي عند هاد السيد هذا. السي مصطفى تحياتي، شكرا. هاد السيده هذه راه من احسن كليانات عندنا دابا الحمد لله، وشكرا لك انت، راه من احسن كليان. وما تنساوناش اخوان دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة.